ما الفرق بين الربوبية والألوهية؟ الذي يخطر في بال السائلة لعله ما يدرس في بعض المقررات أو ما ينشر في بعض الكتب من بدعة تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. هذه بدعة وضلال. هذه ما هي؟ هم ينكرون على الناس ما يعتبرونه ابتداعا في مولد أو في ذكر أو في مديح، ثم يبتدعون في التوحيد في صفات الله سبحانه وتعالى. لم يعرف عن السلف الصالح لا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث تقسيم التوحيد هكذا. طيب قد يكون هذا التقسيم اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح صحيح، لكن هذا التقسيم ترتب عليه تكفير المسلمين وإراقة دمائهم، لأن هذا التقسيم ادعى من ابتدعه بأن لله توحيدا اسمه توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل باعتقاد الخلق أن لا خالق إلا الله، وأن هناك شيء اسمه توحيد الألوهية أي أنه إفراد الله بالعبادة، ففصل بين إفراد الله بالخلق وإفراد الله بماذا؟ بالعبادة. ماذا ترتب على هذا؟ أنه اعتبر كفار قريش موحدين توحيد ربوبية، لأنه عندما يسألون من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولكنهم أشركوا بالله في توحيد الألوهية بأن عبدوا للأصنام. ثم نزل هذا الفهم السقيم على من؟ على المسلمين، فصار يقول من المسلمين من يوحدون الله توحيد ربوبية لكنهم يتوسلون بالأولياء ويستغيثون بالصالحين فهم مشركون، أو يقيمون المقامات على الأولياء فهم مشركون، لأنهم ناقضوا توحيد ماذا؟ الألوهية. هذا تقسيم باطل من أصله. أولا فيما يتعلق بصرف العبادة لغير الله لم يجعله الله عز وجل متعلقا بالألوهية دون الربوبية. انتبهوا هنا، أربابا من دون الله، لم يقل آلهة من دون الله. لو كان هذا التقسيم صحيحا لكانت الآية ماذا؟ أرباب. ما بيقول أرباب، بيقول إيش؟ آلهة من دون الله. لأن احنا قلنا هم يقولون توحيد الربوبية ما هو؟ إفراد الله باعتقاد أنه الخالق، وتوحيد الألوهية إفراد الله بصرف العبادة له. إذا الألوهية متعلقة بعبادتنا نحن له، فمن عبد غير الله في فهمهم فقد أشرك وناقض توحيد ماذا؟ الألوهية. إذا لن يقول الله أرباب، سيقول ماذا؟ آلهة من دون الله. هذا مقتضى ماذا؟ هذا مقتضى التقسيم. لو كان الربوبية هي إفراد الله بالخلق والألوهية إفراد الله بالعبادة، سيأتي النص القرآني عند معاتبتهم على عبادة غيره الذي المفترض عند ذلك التقسيم أنه ألوهية، أن يقال آلهة من دون الله مش أرباب. اتخذوا من دون الله آلهة، عندك هنا آلهة بيكون تمام، لكن لماذا قال أرباب؟ لأنه لا فرق بين توحيد ربوبية أو ألوهية. لكن بموجب هذا ظهر من المبتدعة في هذا الأمر من يقول أن هؤلاء الذين يزورون الأولياء وهم يعتبرونهم يعبدونهم أشد شركا من كفار قريش، من أبي جهل وأبي لهب. ليش؟ قال أن كفار قريش إذا يعني اشتدت عليهم الأمور دعوا الله مخلصين، ولما خلاص ينجيهم يرجعوا إلى عبادة الأصنام. لكن هذيل اللي يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصالحين هؤلاء أشد شركا من الكفار، لأنهم حتى في الشدائد يستغيثون بالله. ترتب على هذا ماذا؟ اعتبار من خالفهم على هذا النحو خارج الملة، مشركا شركا أكبر، وبالتالي سهل التعدي على دمه. كما رأيت داعش هؤلاء لما في الإصدار الذي أصدروه هاجموا أهل التصوف في سيناء وأنذروهم وأهل التصوف في كل مكان، وقالوا أن هؤلاء كفار مشركون حلال دمهم. بنوا استحلال دم المصلين في مسجد أثناء الصلاة على ماذا؟ بنوا على أساس تقسيم التوحيد، توحيد الربوبية توحيد الألوهية، على أساس هذه البدعة. فهي ليست فقط بدعة في العقيدة، هي بدعة في العقيدة ترتب عليها ماذا؟ سفك دماء المسلمين من أهل القبلة. هذا إصدار موجود بالصوت والصورة، صاحب داعش في إصداراتهم يقولون هكذا، بنوه على هذا الأمر. فإذا هذا التقسيم هو تقسيم بدعي غير صحيح علميا، ترتب عليه سفك دماء المسلمين. هل الله موجود في كل شيء؟ ما معنى في كل شيء؟ بمعنى الحلول والاتحاد؟ طبعا لا، كفر من يعتقد الحلول والاتحاد. في كل شيء أي بتجليه على كل شيء، لأنه خالق كل شيء، فكل شيء له صلة به بسبب قيوميته، صلة بقيوميته. نعم صحيح،
لكن المعنى الجاهلي هذا أن الله في كل شيء يحل في كل، لا، هو لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، لا يحويه زمان ولا مكان، هو خالق الزمان والمكان، فأين كان قبل أن يخلق الزمان والمكان فهو الآن حيث كان، فلا يحويه زمان ولا مكان. واحتجاج بعض الذين انحرفوا عن صحيح السنة عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالله عز وجل، احتجاجهم بحديث الجارية الصحيح الثابت في البخاري: أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. احتجاج باطل، الحديث صحيح لكن الاحتجاج به باطل. لماذا؟ باطل من عدة أوجه. في مسلم، عفوا، في صحيح مسلم الحديث باطل من عدة أوجه. لماذا باطل من عدة أوجه؟ الوجه الأول في بطلانه أن الحديث متعدد الروايات، أي أن متنه جاء بأكثر من رواية. في مسند الإمام أحمد: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. طيب هي قال أتشهدين ولا قال في السماء؟ قال لك في صحيح مسلم أصح من أحمد، المسائل لا تؤخذ هكذا. الحديث في سنده في متنه عدة روايات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه حتى لو لم تكن هناك عدة روايات، عندما يأتي نص لا يتأتى أخذ العقيدة منه ولو كان صحيحا حتى يجمع على أمثاله من نصوص الباب. فلماذا أخذت حديث قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة وتركت وهو الله في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ طب هذه كلها الآيات يعني اجتنبتها وأخذت آيات التي تتوافق مع الحديث الذي تريده: آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. طب هو في السماء ولا في السماء وفي الأرض ولا ثالث رابع ثلاثة ولا معنا أينما كنا أقرب إلينا من حبل الوريد؟ أيها هو الله سبحانه عز وجل. هذا العبث في كيفية الاستدلال أو التحريف في كيفية الاستدلال يوهم من لا علم له أن النصوص متضاربة متعارضة، وهذا غير صحيح. لا يجوز شرعا في الفقه فضلا عن الاعتقاد أن تأخذ الحكم من نص ولو كان صحيحا ما لم تجمعه على نصوص الباب، تكون بمثابة اللوحة التي لا تكتمل صورتها إلا بجمع أجزائها، ولله المثل الأعلى. البزل هذه، عرفت اللوحة التي تكون من فسيفساء أو أجزاء، لا تفهم ما في اللوحة حتى تجمع بقية أجزائها. كذلك النصوص المتعلقة حتى بالأحكام الفقهية لا يتأتى الاستنباط منها حتى تجمع نصوص الباب بعضها إلى بعض وتفهم، ما هو لأنه حديث صحيح أو حتى آية كريمة تأخذ بها مباشرة. طب الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي إذا صح استدلالا وسندا، ليس فقط سندا، أن يكون الاستدلال صحيح بالحديث. الإمام مالك أورد حديثا أفتى بخلافه، أورد حديث في موطئه، وهذا الحديث فتوى الإمام مالك بخلاف ظاهر الحديث. قال لما ضمنته الموطأ وهو على خلاف فتوى؟ قال حتى لا يتوهم البعض أني لم أقف على هذا الحديث عندما أفتيت بفتواي، أنا وقفت عليه لكن جمعت مع حديث أخرى ومع آيات فوصلت إلى هذه الفتوى، تنبهتم إلى هذه المسألة. فإذا قلنا أن الجمع بعضها إلى بعض، يقول لك لا وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. طب هذا إيش نسميه في اللغة العربية؟ تأويل. أنت حرمت التأويل في آيات الصفات، أنت قلت أن التأويل بدعة وأن الأشاعرة مبتدعة لأنهم أولوا. طب الآن ظاهر النص وهو معكم معية حقيقية، نحن لا نؤمن بظاهر النص هنا، وصرفناه عن الظاهر بتأويل أنه أي معنى بعلمه بقدرته، وهذا موجود في مذهبنا التأويل، لأنه يستحيل على الله عز وجل في حق الله نقص أن يحل في شيء، أن يكون له جسم أو يحل في حادث من الحوادث، أن تكون هناك مسافة، فالمسافة آفة. هذا نحن عقيدتنا مستقرة، فتأويلنا لقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم معية العلم والقدرة والإحاطة يستقيم مع منهجنا العلمي. لكن أنتم ضد التأويل، تقولون التأويل حرام، فلماذا قبلتم التأويل هنا؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال بعلمه. طب هنا أولت، لماذا قبلت التأويل هنا ورفضت التأويل في آمنتم من في السماء وفي قول الجارية في السماء فقال اعتقها؟ لماذا رفضت أن يؤول هنا أن السماء العلو الحقيقي ليس الجسدي الحسي، علو المعنى، علو المكان والقدر والجاه، والسماء عند العرب كل ما سما وكل ما علا،
طيب السماء مخلوق أليس كذلك؟ فإذا اعتقدنا أن الله حل في مخلوق ثم تتهم الصوفية عبثا بأنهم أهل الحلول والاتحاد، أنت عقيدتك مبنية على الحلول والاتحاد، تعتقد أن الله حل فوق السماء، هذا حلول، وأن الله حل في العرش والعياذ بالله، وهذا حلول. أما نحن لا نعتقد أنه يحل لا في السماء ولا في الأرض ولا في العرش ولا في الكرسي ولا في البشر ولا في شيء من المخلوقات، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ما عندنا هذا الذي تعتقده. قل هل أرواح الأولياء تحل